علشان ما تاخديش على دماغك من كتر ما انت طيبة ولطيفة، هنكمل في الفيديو ده الأخطاء اللي قال لنا عليها الكاتب ديوك روبنسون في كتاب لا تكن لطيفا أكتر من اللازم. الخطأ الخامس، التعقل وقت الاندفاع. يعني كتير مننا قوي بيقع في غلط ان هو عايز يبان ان هو عاقل قوي في وقت محتاجة انك تباني فيها مجنونة عادي. يعني لو اللي قدامك عمل غلط كبير في حقك وانت قررتي تباني العقلة الرزينة الجميلة الراسية وتقولي له خلاص يا حبيبي ولا يهمك بس ما تعملش كده تاني، هيعمل كده تاني، مش مرة مش اتنين، كتير بقى، لان بالنسبة له الموضوع عدى بسلاسة، هي ما زعلتش، زعلت شوية وصالحتها، فبلاش والنبي العقل الجامد قوي. الخطأ السادس، الكذب البسيط. ساعات بنبقى عايزين نكذب على اللي قدامنا ولو كذبة بسيطة عشان ما يزعلش، بنكذب في حاجات او بنخبي على اللي قدامنا حاجات علشان فاكرين ان احنا كده بنحافظ على مشاعره ومش عايزينه يتضايق، في حين ان ده ممكن يعمل مشاكل اكتر وممكن يزعله اكتر او حتى ممكن يفهمنا غلط، فبلاش. الخطأ السابع، اسداد النصح. ده بقى لما تاخدك الجلاله قوي وتبقي فاكره نفسك مسؤوله عن اللي قدامك وعايزه ان انت تنصحيه بنيه صافيه وانت اصلا مالكيش فيه، انت طيبه ونيتك حلوه وخايفه على مصلحه اللي قدامك، احنا فاهمين، بس بالنسبه له والله انت حشريه جدا وبتتدخلي في حاجات انت مالكيش فيها، فبالتالي هتيجي على دماغك. فانت لو عايزه تقدمي الدعم خليكي معاه، افضلي جنبه، طبطبي، قولي كلمتين حلوين، ووقت ما يطلب نصيحه ابقي انصحيه. الخطأ الثامن، انقاذ الاخرين. الناس بتستغل على فكرة ان انتي طيبة وغلبانة وعارفين ان هم هيعملوا مشاكل وانتي موجودة وهتحليها، او مش هيخلصوا شغلهم عشان عارفين ان انتي هتقعدي بالليل تسهري وتخلصيه، وفي الاخر محدش هيتعب غيرك، وكمان مش هيبقى فيه تقريبا تقدير عليه مع الوقت، فخدي بالك. الخطأ التاسع والأخير، حماية من يشعرون بالظلم والأسى. يعني لو حد من اللي حواليكي بيتعرض لأذى وظلم وانتي بتعملي فيها سوبر هيرو، يعني مثلا خناقة بين صاحبتك وجوزها ولا خناقة بين 2 من صحابك وانتي خدتك الجلالة وقررتي تتشجعي قوي وتروحي تعملي خناقات وتدافعي عنها وهم هيتصالحوا وهتطلعي انتي اللي غلطان، فبلاش حماية الناس اللي بزيادة دي وفكري بالعواقب. أحيانا كفاية بس وجودك وكفاية دعمك النفس، إنما بلاش أفعال. متشكرين على الشهامة. كده خلص الكتاب. اتمنى ان انتوا تكونوا مش لطفاء زياده عن اللازم. اكتبوا لي في الكومنتس ايه الغلط اللي انتوا بتقعوا فيه دايما. انا فيروز يسري ودي حكايه قبل اليوم.